نكمل مع ماكوتو اللي كان لسه بيهرب من حارستين الغابة، وبتتواصل توموي معاهم بالتخاطر وبتقوله شكلكوا كده مبسوطين وعمالين تقضوا وقت حلو في اللعب والهق والمق والشغلانة بقى، وسايبني انا قاعدة زعلانة كده باكل تحت الشجر وبتفرج عليكوا وانتوا بتستمتعوا بوقتكوا. فبيقولها ماكوتو بنستمتع ايه بس، ساعدينا بسرعة يا بنت انتي. فبتقولها ساعدكوا؟ ده بأمارة ايه يا روح امك، ده بأمارة انك سبتني واخدت مايو معاك وانا مش هساعدكوا يالا. فبيقول لها يا ست حقك عليا متقلقيش، هعمل كل اللي نفسك فيه. فبتقول له هو ده الكلام يا باشا، هو ده اللي انا كنت مستنياك تقوله يا عم. وبص يا سيدي، كل اللي انا عاوزاه منك هو انك تعمل دخان حوالين المغامرين اللي معاك دول، وانا هعمل بوابة ضبابية ونوديهم للمدينة الوهمية. ماكوتو بعدها بيقول لها ماشي وبيعمل ضباب حواليهم، وتوموي بتعمل بوابة ضبابية فعلا. وبعدها فعلوا تعويذة جليدية وعور بيها نفسه وعطل ميو شوية دم عشان ترجع لطبيعتها. وبالفعل ميو حالتها بدأت تتحسن عن الأول، والبتين بيشوفوا الكلام دوت ومش بيعجبهم، وبتفعل البت الصغيرة تعويذة بتجمد الهوا اللي حواليهم. بس ميو فقت لهم خلاص، وبتقوم جاية ممتصة المانة بتاعتها لحد ما سحرها كله خلص. وماكوتو بيعمل نور عشان يمنع رؤيتهم وبيهجم عليهم بسحر النار، وبالفعل بيسيبهم. وتعالى نشوف الغزالة اللي كانت عايزة تدلع ماكوتو، وبتكون هي واللي معاها مستغربين ومش عارفين هما فين اصلا. وبعدها بتدخل عليهم شين وبتقول لهم نورتونا في المدينة الوهمية، وتعالى نسيبهم ونرجع لماكوتو تاني اللي بيكون كتفوا البتين دولت وفهموهم انهم تجار وما كانوش عاوزين يسرقوا الزهور ديت، وانهم جايين بس عشان يعملوا صفقة معاهم مش اكتر، ويتكلموا ودي ويحلوا الحوار. فبيفهموا الكلام وبيعرفوهم عن نفسهم. البت الكبيرة اسمها اكوا. اكوا فينا يعني يا مازو؟ لا يا صديقي احنا هنهزر ولا ايه، اكوا بس. والبت الصغيرة اسمها ايري. وعشان يعبروا الماكوتو عن اعتذارهم لانهم فهموه غلط قبل كده وهجموا عليه زي المجانين، فبياخدوه لقريتهم اللي عايشين فيها، واللي بالمناسبة اسمها قرية الغول. وماكوتو بيحس ان القرية دي متحوطة بحاجز خفي، وبيقول لنفسه هو انا شفت الحاجز دوت قبل كده فين، يا ترى فين يا ترى فين. انا عايزك بقى تمسك في الكلمتين دول اللي فاتوا عشان هنحتاجهم كمان شوية. بس دلوقتي البتين بيودوهم لزعيم القرية بتاعتهم، والراجل مش بيأثر معاهم، ده بيرحب بيهم بلطف شديد. وبيدخل ابنه كمان اللي بيكون فهمان في الاصول زي ابوه بقى صاحبي، وبيقوم وبيسلم عليهم وبيقول له سمعت انكم تجار، الكلام دوت صحيح؟ لا بنشتغلك يا عم، بهزر. ايوه يا عم تاجر وجايين عشان ندور على اعشاب طبيعيه. فهو بقى بيقول له انت فاكرني هاكل من القرع دوت يعني؟ بذمتك يا اخي، هو في تجار اقوياء لدرجه انهم يهزموا اكوا وايري؟ هل انتوا هتشتغلوني؟ فبيقول له ماكوتو هنشتغلك ايه يا عم، عيب عليك يا راجل، احنا برضو نشتغلك؟ ولا هو عشان الواحد يتعلم له شويه تعويذات سحريه كده وهو صغير عشان يدافع بيها عن نفسه خلاص بقى مش تاجر يعني يا جدعان؟ انتوا بتقولوا ايه برضه يا جدعان؟ فبيقول له التاني ما قداميش خيار غير ان اصدقك دلوقتي، بس لو اتضح انك بتلعب بديلك يمين او شمال او فوق او تحت هشلوحك يلا. بيقول له ممكن تعب عليك يا باشا، احنا مش بتوع الكلام ده. وبيعتذر لهم ابوه عن اللي عمله وبيقول لهم معلش انا اللي معرفتش اربي، امسحوها فيا المره دي. وبيخلص حوارهم على كده. وبعدها بيروح ماكوتو وميو للبيت عشان يقضوا الليله فيه، ولسه مش بيلحقوا يكملوا الكلام وهوبا بيلاقوا الجدر متكسر عليهم، واللي بيكون الشاب دوت او الوحش دوت يعني بالمعنى الاصح. فبيدخل وبيقول لهم بقى انتوا زوار القرية، وبتتعرف اقوى على الوحش دوت واللي بيطلع معلمهم. واظنك كده عرفت هما البتين دول اقوياء كده لمين يا صديقي؟ وهو بعدها بيطلع لقدام وبيقول لهم انا موندو الامور الموز الجامد الفاشخ المطرشم المطرقع. فبتضربه مية وبتطيره لبعيد وبتقول له امزز موز ايه يلا، مفيش امزز من ماكوتو عشان يكون في علمك بس. والبتين بيروحوا يطمنوا على معلمهم، واللي حرفيا الضربة بتكون كيفته وكان عمال يدخن. بس ما علينا، المهم ان ماكوتو كان حاسس بحاجة غريبة من المعلم ومن ابن زعيم القرية كمان اللي قابلوهم، وطلب من ميو انها تحقق في موضوعهم بنفسها. وهي بتقول له تمام ومش بتضيع وقت، لا لا دي بتبدأ تحقق فعلا في موضوعهم من نص الليل، وبتراقبهم من فوق الشجر وبتتصدم لما بتلاقيه مش متعور من ضربتها. فبتستنتج ان اكيد الراجل دوت فيه حاجة مش مظبوطة فيه وشكله ملبوس من روح تانية. وابن زعيم القرية بيكون بيكلم واحد بالتخاطر وبيقول له ان في تجار من مدينة تسيجا عندهم دلوقتي، وما تخافش يعني دول تجار
تجار مالهمش اي لازمة او شغل في التحقيق، ومش هيكتشفوا اني بتعامل مع شيطان. وبتروح ميو بتقول لماكوتو عن كل اللي عرفته عن ابن الزعيم وموندو كمان، وان في واحد فيهم خاين والتاني ملبوس. وبعدها بيروح ماكوتو الفرح على الضيق كده لناس غلابة مش جايبين رقصات ناشفة يعني يا صديقي، وماكوتو لسه هينزل يعقب ويولع الدنيا بقى، وبيلاقي مدرب اقوى ماسك ابن العمدة القرية من رقبته، وبيكون خلاص هيخلص عليه، بس بيطلع من جسم مدرب اقوى الشيطان القوي دوت، والصدمة انه بيقتل الاتنين. وكل اللي موجودين في الفرح ساعتها بيتفجعوا وبيخافوا على نفسهم. وماكوتو لما بيشوف الكلام دوت بيتعصب جدا، وبيسأل الهيكل العظمي الشيطاني دوت عن السبب اللي خلاه يقتلهم من غير رحمة كده، مع انهم كانوا متعاونين معاه وعمرهم ما خانوه. فبيقول له الصراحة انا كنت مستحوذ على جسمه لحد ما لقيتك وشفت هالتك المرعبة ديت، قلت لنفسي لازم استحوذ على جسمك، والسبب اللي خلاني اقتلهم بقى هو ان ما عادش ليهم اي لازمة، وشكلي هضطر ان اهزمك الاول عشان استحوذ على جسمك. وبيفضل يستعرض قوته قدام ماكوتو على اساس هيخاف يعني ويجيب ورا. بس هل انت متخيل ان اي حاجة من دي تهز شعرة من ماكوتو؟ لا يا برنس، ده ماكوتو بيصد هجمته من غير ما يتحرك من مكانه اصلا. ايه الجمال ده كله يلا. المهم ان بعدها ماكوتو بيرد على الهجوم الشيطاني اللي فات بهجوم اكثر شيطانية، وبيكون عايز يسحب منه المانة بتاعته كلها ويموته، بس على اخر لحظة بيقرر يسيبه ما يقتلوش. وتوموي بتوصل هي كمان للمكان. منورة ولا يا معلمة؟ وبيكلمها ماكوتو بالتخاطر وبيقول لها انقلي الليتش دوت للقرية، عايز اسأله عن شوية حاجات كده. فبتقول له ماشي، وبتنقل الليتش للقرية الضبابية. وزعماء القرية بعدها بيقولوا لماكوتو يعني ما طلعتش تاجر في الاخر يا عم، ده احنا كنا بنخطط نخليك تشرب وتسكر في الحفلة لحد ما تتسطل وبعدها نقتلك عشان عرفت مكان قريتنا. فبيتصدم ماكوتو كده وبيقول في نفسه احيا بسوس احيا، وانا اللي كنت مفكره معزمني على فرح وافتكرت الفرح هتضيق بقى والدنيا والبتاع، لا وكمان صدقت وجيت عشان ابسط نفسي، يخرب بيت غبائي. وتوموي بعدها يا صديقي بتروح تسلم على واحد من الزعماء وشكلها كده تعرفه، بس هو مش بيتعرف عليها، فبتحكي له بس بطريقة مش محترمة كده يا صديقي، وبتقول له ما انتش فاكرني يا عجوز انت ساعة ما جيت لي تعيط لي وقعدت تتحايل عليا عشان اعمل لكم حاجز حوالين القرية. فبيقول لها انت عرفت الكلام ده منين؟ وما ينفعش تتكلمي بالطريقة دي قدام الناس، ده انا مفهمهم ان اجبرت التنين شين انه يصنع الحاجز بالعافية، وعشان كده هما خلوني واحد من زعماء القرية بعد ما كنت شخص كحيان. وتوموي بتسيبها من الهري ده كله وبتمسك في حتة انا اجبرت التنين شين انه يعمل حاجز بالعافية، وبتقوم قايله له اجبرت مين يا روح امك؟ هو انا عشان غيرت شكلي مش هتعرفني يا عجوز يا ابن الصرمة انت؟ فبيتعرف عليها وبيطلب انها تسامحه، وبيقول لاهل القرية على الحقيقة وان شين هي اللي عملت الحاجز الضباب الخفي، فبيشكروها. وانا عارف ان كده الدنيا اتلخبطت معاك ومش عارف مين هي شين ومين توموي، بس تعالى هفهمك، التنين دوت اسمه شين، ومن خلال عقده مع ماكوتو بقى البت ديت او القمر ديت يعني، واسمها توموي. وتوموي بقى بتقدر تعمل نسخ مصغرة منها، واللي هي بقى تبقى نسخة توموي المصغرة، وعشان الاسم هيبقى طويل حبتين تلاتة فهنستخسره لشين. فهمت كده بقى يا معلم؟ اي خدمة يا معلم بقى ولا تزعل، اهم حاجة صحتك. ونرجع بقى لماكوتو واللي بيروح على شبه المجال وبيسأل الليتش الشيطاني عن اللي كان بيعمله في القرية من الاساس. فبيقول له انه دخل في جسم واحد فيهم عشان يراقبهم ويشوف قدراتهم. فبتقول له توموي شكلك فهمت السؤال اللي سأله لك ماكوتو غلط، سيدي كان قصده ايه الهدف من انك بقيت خالد؟ فبيقول لهم ان كان هدفه يبقى عطية زمانه، والعطية دول بشر ليهم مكانة عالية جدا اكتر من البشر العاديين. وبيسأل ماكوتو عن اسم التعويذة اللي استخدمها عشان يهزمه بالشكل دوت. فبيقول له ماكوتو لا يا عم ده سحر ظلام عادي وميو بتستخدمه احسن مني كمان. وبيسأله ماكوتو عن السحر اللي بيستخدمه، فبيقول له انت بتسأل عشان مستهزأ بيا صح؟ فبيقول له ماكوتو لا يا عم انا عايز اتعلم انواع جديدة بس مش اكتر، لاني معيش غير ورقة واحدة مكتوب فيها تعويذ، ايه اللي قيمة كانت عطيها له يا صديقي؟ فبيقول له ورقة واحدة وبالقوة دي؟ يا بصوا حاجة يا عم، امال لو كان معاك صفحتين بقى كنت هتعمل ايه؟ كنت هتخرب الدنيا شكلك.
فبتتدخل توموي في الكلام وبتقوله عايز تبقى عطية عشان انت عارف ان في عوالم تانية موجودة مش كده. وماكوتو اول لما بيسمع الكلام بيقول لتوموي لي كل اللي تعرفيه عن الحوار بسرعة. فبتقوله انها قرت في مخطوطات قديمة كده عن العطية وانهم بيقدروا يسافروا عبر الزمان براحتهم وفي اي وقت يحبوه. وبيأكد على كلامها الليتش وبيقول ان العطية يقدر يسافر لأي عالم هو عايزه. ساعتها ماكوتو بتلمع في عينه حوار انه ممكن يرجع للعالم بتاعه تاني ويقابل ابوه وامه واخواته اللي وحشوه جدا. وافتكر كلام كيومي ساعة ما قاله ان ابوك وامك من عالم تاني اصلا. وساعة ما الملكة قالت له ما كنتش متخيلة ان هستعين بابنهم في يوم من الايام. وبيعرف ان امه وابوه اكيد كانوا عطية. وتوموي بتكمل كلامها وبتقوله بس خلي بالك نسبة نجاح الحوار قليلة جدا تحت ال10% يعني. وبيدرك ماكوتو انه ده هيبقى انتحار عمليا. والليتش هو كمان بيصاب بخيبة أمل لأنه ضيع عمره عشان يبقى عطية ويسافر لعوالم تانية. وتوموي بتلاقيه زعلان فبتقوله ايه رأيك تعمل عقد مع ماكوتو وتفضل معانا وخلي بالك هتحبنا قوي صحبتنا حلوة بتنسي الهموم. فبيوافق وماكوتو هو كمان والأول مرة هيعمل عقد مع حد تاني غير توموي بإرادته. وكانت غايته من الحوار انه يتعلم سحر اكتر. وفي المدينة الوهمية بيكون الاتنين من الاورك واقفين حراسة على المغامرين. وبتقول الغزالة ان الخنازير شكلهم وحش قوي بس احنا هنسرق كنوزهم يا بت الحرامية. وبالصدفة عينيهم جت على مجوهرات ماكوتو اللي اتملت بالمانا. وشين وهاروتو كانوا شايلينهم ومودينهم لمكان بعيد عشان محدش يلعب فيهم ويدمر المدينة كلها. وفي نفس الوقت ماكوتو كان خلص العقد مع الليتش واللي بقى حرفيا شكله جميل جدا والبنات بيعجبوا بشكله. وهو بعدها عشان كان مالت بيستر نفسه بسرعة. وبتتكلم توموي وبتقول لماكوتو انها تروح تتفرج على شوية حلقات من الانمي اللي بتحبه. بس فجأة بتحس توموي بحاجة غريبة وبتحس ان دماغها خلاص هتفرقع. وبعدها بيسمعوا صوت انفجار جاي من برا. وبعدها توموي بتقع على الارض وهي سايحة بدمها صدمتهم بكل المقاييس. يا نهار ابيض هو ايه اللي بيحصل ده يا جدعان. وماكوتو اول لما بيشوفها في الحالة بيجري عليها وبيطلب من ميو انها تعالج توموي بسرعة وهو هيروح لمكان الانفجار عشان ينقذ سكان القرية. وبيطلب من الليتش انه يروح معاه لهناك وهو بعدها بيقول له ماشي. وبالفعل بيروحوا على هناك وفي طريقهم بيكون ليتش مش قادر يجري كتخيبة يا عيل خرع كده. وبعدها بيقع على الارض فبيقف ماكوتو عشان يطمن عليه. فبيقول له ان لسه متعودش على الجسم كويس. فبيقول له ماكوتو وحياة امك متهزرش معايا دلوقتي. فبيقول له ليتش هو ممكن يروح لهناك باستخدام المانا بس قال لنفسه يوفرها عشان يعالج بيها المصابين. ماكوتو بعدها بيقول له ماشي ابدأ من دلوقتي في علاج المصابين يا عم. وليتش بعدها بيقول لهم ماشي وبيفعل تعويذته العلاجية وبيعالج شوية الاورك وكمان بيحاول يعالج هاراتو اللي متضرر على الاخر. وماكوتو لما بيشوف درجة حرارة جسمه بيعرف انهم ماتوا وبيفتكر ساعة ما كان لسه في عالمه اللي فات وكان لسه صغير وساعة ما القطة بتاعته ماتت وزعل عليها جامد لدرجة انه فضل يومين من غير اكل. وبنرجع للواقع من تاني وليتش بيكلمه بالتخاطر وبيقوله انه عالج كل الناس اللي قريبين منه بس الناس اللي جنبك يا ماكوتو هم اكثر ناس متضررين ومش مالك عالجهم من هنا. فلو يعني تساعدني بسحرك العلاجي. فبيستخدم ماكوتو الكاي عشان ما بيعرفش يستخدم اي تعويذة علاجية كل اللي يعرفه هو العلاج بالكاي. وفعلا بيتعافى بعد ما المانا بتدخل لجسمه وامتصها. وماكوتو بيشكر ربنا على كل حال والسما بتتملى بهالة بنفسجية مشؤومة. وماكوتو بيعرف انها من المانا اللي كانت متخزنة في الخواتم. وبعدها البت الصغيرة دي بتقول لماكوتو ان شين واورك بيحاربوا الناس اللي هناك وبتطلب منه يروح يساعدهم. وبيروح لهناك بسرعة وبيشوف جزء من بوابة ضبابية فبيروح ويحط ايده جواها فبيحس بطاقة غريبة فبيطلع ايده بسرعة وبيشوف ذكريات المغامرة دي والسبب اللي خلاها تغريه اليوم وساعة ما كانوا عايزين يستغلوه عشان يسرقوا زهور امبروسيا من الغابة. وبيشوف كمان ساعة ما الخنزيرة الصغيرة جت وشافتهم بيسرقوا حاجات ولما شافوها الواد ده ضربها بشدة من غير اي رحمة. وبيعرف ان الخاتم اللي بيخزن المانا كان هو سبب الانفجار. وشين حاولت تحمي الناس وبيصرخ ماكوتو من كتر الحاجات اللي بيشوفها في ذكريات الغزالة.
والواد بيكون متحطم حرفيا، رجله ما عادتش شايلاه وصار في موقف لا يحسد عليه. وبعدها بنشوف الغزالة وهي وصلت للسيجي، وبتكون هي كمان اتضررت من الانفجار اللي حصل، وبتقوم واخدة الأسلحة اللي هي سرقتها من القرية الوهمية، بس لسه بتكون هتمشي بتلاقي ضباب حواليها وبيطلع لها منه ماكوتو، شكله كده مش ناوي على خير. ده بيقرب منها وبيقول لها جهزي عشان هتموتي. هي بعدها بتخاف على الاخر وبتطلع سيفها وبتقول له ما تقربش مني، انت مش قد يلا، ده انا مستوايا 150. فبيقول لها ولا يفرق معايا، ده انا هحاربك بالسكينة الصغيرة ديت. وبيفضل يقرب منها خطوة بخطوة، وهي بترجع لورا وهي خايفة منه ومرعوبة من اللي هيحصل لها. وبعدها بتجري عليه عشان تقتله، وهو بيفعل الكاي وبيصد هجمتها، وبسرعة خاطفة بيقوم جاي قاطع لها ايديها الاتنين، والبت مش بتكون عارفة تعمل ايه، فبيروح ماكوتو عاطلها رجله وموقعها على الارض، وهي بقى بتكون في حال يرثى لها. فبيروح جاي ماكوتو مركب لها السكينة في رقبتها، وبعدها بيقوم شارم رقبتها وبتموت الغزالة. وبكده دي تبقى أول مرة ماكوتو يقتل فيها حد ويبقى متعمد إنه يقتله، وبكده ماتت الغزالة. سلام سلام يا غزالة، هتوحشينا والله. وبعدها ماكوتو بيدرك اللي هو عمله وبيفضل يرتعش وبيصرخ بأعلى صوته. وفي تاني يوم بيعملوا عزا لكل الناس اللي ماتوا، وبعد ما الجنازة بتخلص بيروح ماكوتو عشان يطمن على توموي، وكمان بيسمي الليتش دوت باسم شيكي، وبيقوم سائل توموي عن انه قدر يشوف ذكريات للمغامرة اللي هي الغزالة، وبيسألها ازاي هو قدر يشوفها مع انها مهارة من مهاراتك يا توموي. وبيقول لنفسه هل عشان عمل معاهم عقد بقى جسمه تركيب من تنين وعنكبوتة وشبح احيا بصوصه احيا. فبيقول له ليتش او دلوقتي خلينا نقول له شيكي. فبيقول له ان عقد التحكم دوت ما بيديش جزء من جسم الخادم للسيد، وانما اللي بيحصل هو العكس. فبيقول الحمد لله. وبعدها بتقول له توموي انه استخدم القوة ديت كانت بالصدفة بس مش اكتر، وبيخلص حوارهم على كده. وبعدها بيروح يتكلم مع ايما وبيقترح عليها انهم يعملوا حاجز حوالين جزء صغير من القرية ويخلوه هو بس المدينة الوهمية عشان يحموا الناس من اي مغامر جشع يشعل السرقة. وبيسأل تاليا عن اخبار هاروتو، فبتقول له بيتعافى شوية بشوية، فبيفرح ماكوتو. وفي تاني يوم بقى بيروح للسيجي وبيقعد مع رامبرا وبيقول له ان المدينة اللي ممكن يفتح فيها محله من غير ما يدفع ضرايب هي في بلدة روستيجا، عشان هي بلدة محايدة، وانا هوصي عليك يا عم ابسط بقى هو. فبيقول له ماكوتو شكرا ليك، وبيقلع القناع وبيوريله وشه. هما بعدها بيتصدموا من شكله، بس رامبرا بيقول له ايه المشكلة في كده يا عم، مش ربنا هو اللي خلقك كده عادي، اهم حاجة روحك الحلوة. فبيفرح ماكوتو لانه ده اول شخص يحب شكله بره التيجي، وبيرجع لشبه المجال وبيقعد ياكل مع الجماعة، وبيقول لهم انه هو هياخد تشيكي معاه للمدن عشان هو اكيد بني ادم عاقل ومثقف وما بيدمرش مدن عشان حوار تافه. فهم بعدها بيقولوا له لا يا عم عيب عليك، دي كانت مرة ومش هتتكرر تاني. فبيقول لهم ما علينا، بفكر اروح للاكاديمية عشان اعرف شوية عن العالم دوت وعن البشر والوحوش والشياطين والملوك، وكمان عن ابوه وامه. فبيقول لتوموي وميو انهم يهتموا بشبه المجال والمحل اللي هيفتحوا في تسيجي، وبيديلهم هدايا عشان الوداع. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بقى ماكوتو بيجمع الحاجات اللي هياخدها معاه للرحلة وبيمشي، والكل بيودعوه بدموع وحرارة، وبيروح يسلم على رامبرا. وبعدها بيركب العربية وبيروحوا لهناك وبيسجل في الأكاديمية هو وتشيكي. وبعدها بينتقل بينا المشهد للملكة وهي بتقول أخيرا لقيتك أيها القبيح. وبعدها بينتقل ماكوتو المكان تاني غير اللي كان فيه اوبا. وبعدها بينتقل بينا المشهد وبنشوف رامبرا وهو بيتكلم مع ماركوس الخادم بتاعه، والخادم بيعرفه ان مدينة ليما ومدينة جريتو جهزوا قواتهم، وكمان سمعت ان بين قواتهم في ابطال جم من عالم تاني وبيخططوا لمواجهة الشياطين. وبيقول رامبرا اخيرا الحرب هتبدأ، وقف عند الكلمة ديت هنعرف معناها قريب. ونرجع لتشيكي واللي بيكون واقف مزبهل ومش مصدق نفسه. وفي الوقت ده كمان ميو وتوموي كانوا حسوا باختفاء أهالة ماكوتو، فبتواصلوا مع شيكي بالتخاطر وقالوا له ايه اللي بيحصل عندك وهو ايه اللي حصل لماكوتو. فبيرد عليهم وبيقول لهم ان ماكوتو اختفى فجأة من قدام منه، وهو مش عارف هو راح فين او اختفى ازاي اصلا. ونرجع بقى لماكوتو واللي بيحس بحاجة غريبة في المكان اللي هو فيه، وهوبا بيلاقي واحدة بتهجم عليه وناوية تقتله. هو بالعافية بيتفاداها وبيتنطر لبعيد. ومش بس كده لأ، دي بتكون
قطعت له صوابعه، وشكلها كده ما بتهزرش يا صديقي، وبيحس ماكوتو بقوتها، وهي بعدها بتبصله باستهزاء وهي بتضحك، وماكوتو مش بيكون عارف ايه اللي بيحصل او ايه اللي هيحصل له لسه. وبعدها بيتكلم مساعد البت ديت وبيقول له نص بشري ازاي الملكة ممكن تختار واحد زيك بطل لإنقاذ العالم؟ فبتقول له يمكن الملكة كان عندها نقص في البني ادمين يا ابني، عشان كده جابت مسخ زي دوت. وماكوتو بيقول لنفسه صحيح ان انا قبل ما اجي هنا سمعت صوت الملكة الغبية ديت، وبيحاول يتواصل مع ميو او توموي او تشيكي بس مش بيعرف. والبت بعد ما بتشوفه سرحان فبتهجم عليه، وهو بيفعل القي وبيصد ضربتها بالعافية، بس بعدين بيتكسر بسهولة وايده لسه عمالة بتنزل. وبعدها بتتكلم معاه وبتسأله عن لو كان هو مبني على شكل بشر، وبعدها هو بيقول لها لا انا انسان لحم ودم عادي يعني. فبيسألها عن اسمها وهي ليه عمالة تهاجمه كده، فبتقول له انهم متعاونين مع الشياطين، اقولها لك بشكل تاني انت عدونا يا عم. وبعدها بتقول له انت عمال ترغي معايا في ساحة المعركة. هو بعدها بيستغرب وبيفعل بحث الكاي وبيمسح المنطقة كلها، وبيشوف جيش من الشياطين واقفين ورا جبل، وبيعرف ان الحرب بين البشر والشياطين هتبدأ خلاص. والبت بعدها بتقول لماكوتو يلا عشان اقتلك واخلي الجيش يغزو بلاد البشر. وماكوتو ساعتها بيفكر انه يروح لشبه المجال بس بيخاف لا يجوا وراه، فبيقرر انه يتحمل لأطول وقت ممكن لحد ما توموي او ميو يلاقوه، وبيغير لون البدلة الأحمر عشان مميزات السرعة. هي بعدها بتقوله هي دي قوتك؟ هو بيقول لها اتقالي بس، ويفعل تعويذات نار مشحونة باستمرار، وهي بعدها بتتصدم كده. وماكوتو بيستمر في مهاجمتها وبيقول لنفسه دي فرصتي عشان ارجع لشبه المجال، وبيفعل الكاي بتاعه بس بيلاقي اسياخ في كل حتة، وبيفعل شوية مانا على رجليه وبيكسر الحواجز دي بسهولة. ولسه بيكون مساعد البت ديت بيصد في هجمات ماكوتو، والبت التانية بتصدها هي كمان، مساعدها انه يعمل لها شوية حواجب تستخدمهم. وبالمناسبة الواد دوت اسمه ميتسورو، وميتسورو بعدها بيعمل حواجب وهي بتستخدمها وبتوصل لعند ماكوتو وبتهجم عليه، وهو بيفعل الحاجز بس بيتدمر صدمتهم بكل المقاييس، وبتديله ضربة كده بترجعه لبعيد. وبعدها ماكوتو بيسألهم عن أسمائهم واللي بتكون كالآتي: البت ديت اسمها صوفيا ولقبها قاتلة التنين، وانا كان اسمي لانسر بس دلوقتي اسمي ميتسورو. ساعتها ماكوتو بيفتكر ساعة ما كانوا في نقابة زينوتسيا وسمعوا هناك عن المغامرة اللي قتلت التنين لانسر، وهو بعدها بيقول لهم على اسمه وانه تاجر عادي. فبتقول له صوفيا تمام اجهز بقى عشان تموت، وبيجهزوا نفسهم. وساعتها ماكوتو بيتعصب عليهم جامد وبيخلع الخواتم اللي كانت بتمتص المانا بتاعته، وشكله معادش هيهزر معاهم يا صديقي. ساعتها مانت ماكوتو المرعبة بتحاوطه وبيفعل الكاي مع الهالة النارية. هما بعدها بيتصدموا جامد من اللي شايفينه، ماكوتو معادش شايف قدامه يا جدعان، وبيكسر كل حاجة حواليه والمكان كله بيتملى دخان. وبعدها بيطلع سلاح زعيم الأقسام اللي كان عاملهوله، وبعدها بيحاوطه بالنار وبيجهز عشان يضرب السهم عليهم. وبالفعل بيضرب السهم وبيكون سريع جدا، والبت صوفيا بتصد واحد وهوبا التاني بيطيرها، وميتسورو هو كمان درعه اتحطم واتنطر لبعيد. وبعدها ماكوتو بيجهز اسهم مائية وبيضربها عليهم. ميتسورو كان مصدوم مش مستوعب ازاي شخص يقدر يستخدم سحر المية والنار مع بعض، وميتسورو بيفعل حاجز عشان يصد ضربة ماكوتو المدمرة ديت، بس عشان تعويذة ماكوتو اقوى هو اللي بيكسب. وهوب بعدها بتجيله صوفيا وبتهجم عليه بسيفها الكبير، وهو بيصدها لسه بالسهم الصغير اللي معاه، وسيفها هو اللي بيتكسر. وماكوتو اصلا ما كانش مصدق نفسه وبيقول ان الاقسام دول اسلحتهم جامده تنين. وبعدها بيلاقي صوفيا حضناه في وضع مخل كده، بس مش حبا فيه لا يا صديقي، ده البت كانت مثبتاه عشان ميتسورو هيحاربوا بالسيوف. وبعدها بتطيره لفوق خالص فوق السيوف كلها، وبعدها بتسيبه يقع. فهو بيجمع شجاعته وبيفعل تعويذات نار وبيدمر شوية سيوف. وصوفيا بتنزل على الأرض ولسه هتدي إشارة للجيش عشان يغزوا المدن، بس مستعجلة على ايه حلوة. فبتقوم وبتبص على السما وبتلاقي تعويذات نارية عاملة زي الشهب بتنزل
على الارض، وميتسورو بيحاول يصدها بس من غير فايدة، والجيش البشري شافوا الشهب ديت واتصدموا وخافوا جدا. وماكوتو بعدها عشان ينهي الحرب دي ويخوف الجيشين بيقلع كل الخواتم اللي كانت بتخزن ماكوتو وبيحوطها بسحر الماء وبيبعتها لأماكن مختلفة، وكل الناس بتشوف الضربة وبتكون قوية جدا، والخواتم بدأت إنها تتكسر وبتطلع المانا المختزنة جواها وبتمحي منطقة الجبال ديت، وجيش الشياطين كله بيتجمد. جيش البشر بعدها بياخد ديله في سنانه وهوب خلعان وبيخلعوا من المكان دوت، والمكان كله بيتنسف عن بكرة أبيه. ده ايه الجمال ده كله يا عم ماكوتو؟ بس للأسف صوفيا وميتسورو بيكونوا لسه عايشين بس منهكين على الآخر. وبعدها بأسبوع ماكوتو بيصحى وبيلاقي نفسه في شبه المجال، وجنب منه ميو وتوموي على السرير في وضع مخل كده، بس يعني البنات كانت قلقانة عليه بس يا صديقي. وبعدها بينتقل بينا المشهد لرامبرا وبيقول لماركوس ان في معلومات جاتله ان بعض الشياطين اللي نجوا من المعركة، والمعلومات بتقول ان سبب الانفجارات ديت هو تابع الملك الثالث، واللي هو وانا وانتوا عارفينه يا صديقي اللي هو ماكوتو. وعشان ماكوتو هو التالت ده معناه ان في بطلين كمان معاه، وبيروح لماكوتو واللي بيكون عايز يتعلم اساسيات السحر. ثانية واحدة يا عم، هو انت كل اللي عملته دوت وانت متعرفش اساسيات السحر؟ امال لما تتعلمها بقى هتبقى حاجة جمدانة كده. عشان كده بقى هو يا صديقي بيقرر يروح مع تشي وبيقول لميو وتوموي انهم يختفوا عشان الملكة متكتشفش وجودهم معاه، وبيقول لهم ان لو الملكة حاولت تعمل حاجة معايا انتوا ورقتين الرابحتين. هما بعدها بيفرحوا جدا وبتقول له توموي مجهزة لك مفاجأة يا عم، وبتنادي على حد كده عشان يطلع واللي بتكون شبيه تشي. وماكوتو ساعتها بيفتكر شين التانية اللي ماتت وهي بتنقذ الناس، وبيروح على شبيه تشين وبيحسس على دماغها وبيكون فرحان جدا وبيسميها كوموي، وهي كمان بتفرح بالاسم بتاعها. وفي المدينة الوهمية بقى الإلك بتستقبل المغامرين، وفي المحل بتاع ماكوتو زعيم الأقزام كان واخد سيف تعبان كده من واحد كده وخلاه سيف بشواتي على الآخر، وميو بتجرب تقطع بيه الحديد. القزم ده فنان يا جدعان والله. والمغامر بعدها بياخده وبيفرح جدا، ولما بيحطه على وشه بيعوره، وبعدها إيري بتعالجه بسرعة، وكل اللي موجودين بيعجبهم الحوار دوت. وحزب توا هو كمان بيروحوا للمتجر عند ماكوتو، وبعدها بينتقل بينا المشهد للبت والواد دوت واللي هما البطلين اللي ماكوتو معاهم. وبيفتكر ماكوتو أول مرة قابل فيها إيما، وأول مرة قابل فيها تيموي ورونون وتوا وأكوا وإيري وتشيكي كمان، وكان فرحان جدا. وبعدها بيحتفلوا كلهم سوا. وبكده يا صديقي بيخلص الموسم الأول من حكاية ماكوتو. استنونا في الموسم التاني، ويلا يا عم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أشوفكم في فيديو جديد. سلام.